اهلا بيكم. انا دكتور احمد جويش. النهارده يوم 15 رمضان. الابحاث اكدت ان مريض الدوالي اللي عنده ارتجاع في صمامات الاورده عرضه 5 مرات الشخص العادي لتكوين جلطات. وبما ان مريض الدوالي اصلا بيحس بالم في رجله خاصه بعد الوقوف لفترات طويله، ازاي بقى نقدر نفرق بين الالم الناتج عن الجلطات وبين الالم المصاحب للدوالي نفسها؟ ظهور دوالي الساق بيكون مصاحب ليه شعور بتقل او تعب في الساق بعد الوقوف لفترات طويله، كمان ممكن يحصل شويه تورم في الساق على اخر اليوم. في المقابل الم الجلطات عاده بيكون مفاجئ وبيسبب الم حاد وتورم وساعات احمرار كمان في منطقه معينه بسبب انسداد مفاجئ لتدفق الدم. وبالتالي لو كنت مريض دوالي وحصل تغير مفاجئ في نوع الالم اللي بتحسه، لازم تستشير طبيب فوري، لان التشخيص السليم والسرعه في التعامل مع الحاله بتقلل من مخاطر المضاعفات بشكل كبير. واستنونا بكره بنصيحه جديده.